السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني، انا اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفني او يتابعني يشرفني اشتراكه في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. عملائي عملاء كريس كيك ومتابعيني اللي منوريني دايما، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو النهارده مفيد جدا، وهنتكلم فيه عن شوية ادوات جايين لي كوات ان شاء الله في المحل. جبنا شويه بضاعه حلوين كده، فقلنا نعرفكم عليها ونوريكم بقى الحاجات الجديده، واذا كان في حاجه كانت ناقصه. الناس كانت بتطلب حاجات برضو ما كانتش موجوده متوفره كويسه. ان شاء الله انا وفرنا شويه حاجات حلوه كده ان شاء الله. بس يا ريت بقى قبل ما نعمل اي حاجه، يا ريت يا جماعه الشير للفيديو عشان الكل يستفيد والقناه تكبر معاكم كده اهوت. ويلا بينا بقى عشان ما نعطلكوش، يلا بينا. طبعا احنا فضينا الكراتين كلها ان شاء الله، وهنشوف مع بعض بقى ايه اللي جوه الكراتين. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هنبدا يا جماعه، اول حاجه هنبدا اهوت. دي اهوت يا جماعه بتاعت الكعك، 4 مقاسات مختلفين. شكل كل سنه وانتم طيبين بقى، يا رمضان داخل علينا اهوت، كل سنه وحضراتكم طيبين. بعد كده معانا اهوت الكيس الحلواني يا جماعه. ده الكيس الحلواني اهو، تمام. ده استخدام مره واحده، ده المستورد النظيف بالحجم ده اللي هو الايه الكبير بتاعه. معانا بقى برضه قطاعات السابليه اهي، وبسكوت برضه ممكن تشتغل كده او كده، تمام. معانا القطاعه اللي هي الفراشه، ناس كده كانت بتسأل عليها يا جماعه اليومين اللي فاتوا دولت. ومعانا بقى هنا يا جماعه ايه القوالب السيليكون بتاعه الكب كيك اهي. بصوا ما شاء الله، دي على قد صينيه الكب كيك، 12 واحده، عشان بقى ما نستخدمش ورق كب كيك ونرميه. دي اقتصاديه شويه عن الورق. ومعانا هنا بقى ايه السكليبر بتاع ايه تظبيط التورته، المشرشر والسليم. ده طقم يا جماعه على بعضه كده، وسعره كويس جدا. طبعا كل اللي بياخده عارفه من عندي، وشغال كويس جدا عندي ان شاء الله. ومعانا بقى المنشار العجيب اهو، جاي من تاني اهو. عايز اقول لكم كان غايب بقاله فتره شويه كده اهوت، وما شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا وجبناه. ورجع قوالب سيليكون اهيت اللي هي بتاعت حبايه البن. ده شغال قوي قوي اليومين دول يا جماعه ومطلوب قوي. والسيليكون بتاع هابي بيرث دي اهو، الناس اللي كانت طلبته، ومعاه حروف ومعاه شويه حركات كده من حواليه، نجمه على بلس على قلب على شويه حركات كده معاه. ومعانا قلب بتاع الايس كريم اللي بتصب فيه الايس كريم يا جماعه، اقول له ستيف. 4 عيون اهو، حجمه حلو جدا. معانا بقى قالب السيليكون يا جماعه، بيفرد عليه عجين، وممكن برضه تخش ايه في الصاج في الفرن. مكبس البسكوت ال10 دقايق او اي نوع بسكوت ممكن نعمله نشتغل بيه. وبيشتغل برضه معمول على فكره، لو عايز تعملي بيه معمول. ده عايز اقول لكم يا جماعه والله طاير عندي ما بيقعدش، ما شاء الله مطلوب جدا. جبنا لكم بقى ايه الصاج ال 40 في 60 المونيا، ارتفاع 2 سم. خامه بقى عايز اقول لكم فضه يا جماعه والله مش المونيا، ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، تحفه تحفه. والمقاس بتاعه بقى اللي هو 30 في 40 يا جماعه اهو، تمام. وجبنا لكم بقى الجديد بتاعه في الصاج 30 في 40، اسمه مكبس يا جماعه. 30 في 40 ده اسمه ايه مكبس، يعني ايه ما فيهوش لحمات يا جماعه. من هنا اهو شايفين عامل ازاي، جاي حته واحده، وليه ايه ايدين من الجنب كده اهو، عشان لو حبيت ايه
تعملي حاجه وتشيلي بيها كده ولا حاجه. وخامته محترمه جدا جدا وسعره جميل جدا يا جماعه على فكره. هو طبعا اغلى من التاني بس سعره حلو. ومعانا هنا بقى يا جماعه الكادر بتاع التورت والتشيز كيك. ده ممكن نعمل فيه تشيز كيك يا جماعه على البارد. ده كادر يا جماعه بيتفتح معانا لغايه 30. بصوا هو من اول 16 لغايه 30 ما شاء الله. بصوا عامل ازاي وخامته ستانلس نضيف جدا. نفتحه زي ما احنا عايزين، نعمله 24 20 18 المقاس اللي احنا حابينه. نفتحه ونقفله عليه. ممكن نصب فيه كيك ونخش الفرن عادي. بيخش الفرن يا جماعه عادي. ده برضو شغال كويس جدا ما شاء الله، ومطلوب عند كل ما بجيبه بيخلص على طول الحمد لله. ورجعنا يا جماعه القعده الدواره. كانت ناقصه في السوق جامد جدا، وكانت خاماتها مش حلوه اللي موجوده في السوق، فطبعا انا ما كنتش هجيبها وناس كتير جدا سالت عليها. جبت لكم بقى الخامه النظيفه بتاعتها اهي. بصوا ان شاء الله عامله ازاي. بصوا بتلف ازاي بسرعه اهي. طالما بتلف معانا كده اهو نعرف ان هي خامتها كويسه، وحتى الفينش بتاعها نظيف جدا. ودي يا جماعه مقاس 30 مش 28 كمان ما شاء الله. وسعرها برضو كويس على فكره، يعني مظبط سعرها كويس جدا ان شاء الله. معانا بقى يا جماعه عشان رمضان كل سنه وحضراتكم طيبين. دي صينيه الكنافه النابلسيه اللي بتتعمل على الفحم يا جماعه زي ما احنا بنشوفها من بره. ممكن احنا نشتغل على الفحم او نشتغلها على ايه، على البوتاجاز عندنا عادي. بس طبعا ايه، عايز اقول لكم خامتها جميله جدا والوانتها حلوه جدا. وده حجم صغير، ده مقاس يا جماعه 16. انا جايبها يا جماعه عشان اللي حابب مثلا يشتغل مثلا حاجه صغيره في النابلسيه، لان طبعا النابلسيه بتبقى عايزه تاكل سخنه. فلو فردين ولا حاجه يعملوا حاجه على قدهم، ربع كيلو مثلا كنافه ولا حاجه. وجبنا برضه الحجم الكبير شويه، ده مقاس 24. ومعانا بقى يا جماعه ايه، حاد سبونج. وجبنا لكم الصغنن الجميل ده مقاس 14. الناس كلها طلبته عشان ايه، الميني تورته. طلع ترند الميني تورته اليومين دول يا جماعه شغال. ده مقاس 16 اهو، والخامه حلوه جدا. مقاس 18. وطبعا معانا ايه، جميع المقاسات بتاعتها اهي، من اول ال 14 لغايه ال 28. ومعانا برضو قالب التوست اهو، شغال كويس جدا. معانا قالب التوست ده يا جماعه ما شاء الله، يعني بيخلص الحمد لله وبنجيب تاني منه ما شاء الله اهو. وجبنا لكم بقى الميزان ده، نوع اهو تمام. وفي نوع تاني كمان اعلى منه شويه اهو. ده يا جماعه الشاشه بتاعته مضيئه، وممكن يشتغل ادابتور مع الحجاره عادي مفيش مشكله. ده يا جماعه الطرنش بتاع التورت. ده حاجه سويسري نظيفه قوي جايبها عشان بقى ايه الشيفات والناس اللي ايه بتستخدمه على طول. السلاح بتاعه محترم جامد وستانلس نضيف. الخشب بتاعه حلو اهو، اللي محتاجه يا جماعه برضه موجود وسعره كويس. والمدهشه بتاعتنا المضلعه طبعا كنا عرضناها قبل كده برضه، خلصت وجبناها تاني اهي عشان اللي ما شافهاش قبل كده يشوفها اهي. خامه محترمه قوي 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 يعني يا جماعه. طبعا احنا داخلين على رمضان ان شاء الله زي ما انتم عارفين، فجبنا لكم بقى البلبله او التب بتاع ايه البسكوت. جبت لكم مقاسين يا جماعه. المقاس ده اسمه 1 دي، ده عشان اللي بيحب البسكوت اللي هو مبقاش عريض، اللي هو الرفيع شويه او الضيق شويه.
وبديلكوا بقى ايه ال 3 دي، ده اللي هو ايه بيحب البسكوته العريضه شويه. تمام. ايه تاني؟ اه جالكوا بقى ايه قطاعات الدوناتس اهي، ودي بصمه الكعكه يا جماعه. طبعا احنا كده خلاص خلصنا كل اللي كان جاي في الشحن بتاعنا، والبضاعه بتاعتنا كلها خلصناها اللي كانت جايه لنا النهارده. طبعا يا ريت اللي اول مره يشوفنا يشرفنا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوناش بقى يا جماعه في الشير واللايكات، عشان ده يا جماعه بيرفع الفيديو شويه، وان الكل يستفيد وكل الناس تعرف الاصناف دي ايه والخامات بتاعتنا، ويعرفوا المحل بتاعنا ويعرفوا القناه بتاعتنا، عشان القناه تكبر وتكبر بيكم ان شاء الله. واستنى اتعاكم فرحتي جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.